البهارات بتاعتنا: معلقة كبيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة ونص من السبع بهارات أو بهارات المحشي، معلقة ونص كده من الملح، وطبعا حسب إحياء الرز بتاعنا أو الخلطة بتاعتنا. هنقلب وندوق كده على حرف المعلقة، لو احتاجت ملح هنحط لها، وربع معلقة صغيرة من الكبيب الصيني، وربع معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر. طبعا هنحط بقى معلقه كبيره كده في البوله اللي فيها خلطه المحشي، علشان ما ينفعش ان احنا نحط ايدينا فيها. انا خدت شويه في طبق كده، هبدا ان انا احشي بيهم، وكل ما يخلصهم هاخد بالمعلقه او بالمغرفه كده، علشان لو اتبقى رز يبقى نضيف معايا. هنبدا بقى نحشي الممبار بتاعنا. هنبدا يا بنات، اهم خطوه واهم حاجه علشان الممبار ما يفرقعش منك في الميه، لازم يبقى مبطط بالشكل ده، ما يبقاش مكبوس خالص بالرز ولا يبقى مبطط كده. شايفين عامل ازاي؟